يقولون إنك ذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا
ملتهم ولن تفلحون إذا أبدا وكذلك أخذنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا وأنتم يا إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين
حسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما
يسير الجبال وتركتها بارزة وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا خشيتمونا كما خلقناكم أول مرة زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء
بدونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا بسفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فتعالى ثالثهما قصص فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خلقها قال أخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء فذهب فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
أنائبها وكان وراء وملك يأخذ كل سفينة غصبا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
الناس في تحصيل نزول خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ووسع رحمتك ومبلغ علمك وآياتك. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من شهداء الحق قائمين بالقسط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وعلى أصحابه السعداء أولي الهدى والتقى والمجد والكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وعلى أصحابه السعداء أولي الهدى والتقى والمجد والكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في أجابها تجري ولا ترى من ولي غير متصل به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته الذي حل مع الأشمال في الأجم كم شتلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم القرآن من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليوتيوب ختمته بمديح نستقل به ذنوب عمر مضى في الشعر والختم إذ قلد لي ما تخشى عواقبه كأنني بهما هج من النعم أمرت أن يصب في الحالتين وما أصت إلا على الأدب والندب فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في
محمد وعلى آله. مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره واحفظه اللهم احفظ به العباد والبلاد في ولي عهده ولا مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الشريفة وسائر شرعه الوفي. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا سالما مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أهل الأمن بنا وجميع يا رب إنا نسألك رضاك الغفار ورضا والدينا ورضا أشياخنا ورضا مصطفى صلى الله عليه وسلم. واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما